ولادك بيحبوا الاندومي بس انت مش بتحبي تجيبيه من بره عشان خاطر كله مواد حافظه ومضره على الاطفال. صلى على الرسول. ويلا بينا نشوف طريقتنا. هنجيب كيس مكرونه من الاسباجيتي ونبدا نسلقه بالطريقه العاديه كده زي ما انتوا شايفين. وكمان هضيف شويه فلفل اسمر صغيرين وشويه بهارات صغيرين، وكمان مكعب من الفراخ او اللحم. وكمان هقول لكم على ومعايا بابريكا وشويه كركم اصفر صغيرين كده، ولو توم باودر وبصل باودر متوفرين بياخدوا معانا الطعم في حته تانية. السر بقى في الموضوع اللي هيديكي طعم الاندومي خلطة كنور اللي هي بطعم اللي هي بتاعة البطاطس المقلية ديت. طعمها نفس طعم توابل الاندومي بالظبط، بتخلي معاكي المكرونة بتاعتك اكنك بتاكلي اندومي بالظبط. والولاد فعلا قالوا يا ماما نفس طعم الاندومي بالظبط. ولازم نسيب فيها شوربة كده زي الاندومي، وتبدأي بقى تقدميها للاولاد بألف هنا. حاجة كده اللهم بارك، حاجة صحية ومعمولة في البيت. بس لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد.